السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار الأصابع. العلماء والعارفون كانوا دايما يرون الأصابع، أو يرون يد القدرة هي التي تحرك الإنسان وتحرك أقداره. يعني لم يكونوا يرون في الشيء فعلا في ذاته، إنما كانوا يرون فاعلا، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي استخلصوه من كلام سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيقول لقومه عن الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. شوف المعنى، بيقول لعبدة الأصنام: انتوا بتعملوا ايه؟ ده ربنا اللي خلقكم والحاجات اللي انتوا بتعملوها. فإذا كان هذا الأمر بهذه أو بتلك المثابة، نفهم معنى كلامهم، أنهم لم يكونوا يرون حقيقة القطع في السكين ولا الإحراق في النار. يعني الناس الصالحين ما كانتش شايفة أن النار بتحرق بذاتها ولا السكينة بتقطع بطبعها. قلنا لهم إزاي؟ قال لك: الله، هي مش النار كانت نار وربنا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قلنا قال لك يبقى كل نار بتحرق لأن ربنا ما منعهاش إنها تحرق، يبقى ربنا اللي أراد لها ده. هي مش كانت السكينة بتقطع وما قطعتش رقبة النبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قلنا قال لك يبقى كل السكين بتقطع لأن ربنا ما منعهاش. يبقى الذي يأمر بالإحراق حقيقة هو الله، والذي يأمر بالقطع حقيقة هو الله. ما نقولها ببساطة أكتر: الذي ينفع هو الله، والذي يأذن بالضر هو الله. تعالوا ندعو هذا الدعاء ونلجأ إلى الله عز وجل، ثم نرجع للشرح والتحليل والرجاء. اللهم آمين. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. يا من فطرت الأنفس على التقوى والفجور، واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالضر والنفع في كل الأمور، نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أن تشفي كل مبتلى ومسحور. اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساحر مغرور، ومتعنا يا ربنا بالفردوس والكوثر والحور، يا رحمن يا رحيم يا غفور، يا من إليه سبحانه تصير الأمور. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. الحقيقه دعاء جميل ومستكمل لكلمات يعني كلها حسن وجمال وجلال. انا عاوز ارجع معاكم لقضيه النفع والضر. النفع نفع ربنا، والضر لو اذن به ربنا. مش هقول ضر ربنا لانه يعني عارف، انا في اسم كده الناس بتكلم بيه ربنا تقول له ايه؟ الضار. انا غير مقتنع انه ربنا اسمه الضار. ربنا ما اسموش الضار سبحانه وتعالى.
ازاي يبقى اسمه ضار؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. انت تيجي تقول له الضار، انت الضار؟ لا، ربنا مش ضار ابدا سبحانه وتعالى. كل صفات الحسن لله. يا اخي الصفه اللي انت تجدها تستكمل وتستجمع معك بصفات الحسن والنبل لله سبحانه وتعالى والرفعه والرقي لله عز وجل، قولها لله. عموما اي شيء بينفع او بيضر، اللي بيحدد النفع والضر ده هو الله. انا هقول لك دليل على كلامي ده. بيكون ايه رايك في شرب الماء؟ شرب الماء ده نعمه وفضل وكرم وعطاء الخ الخ الخ. انما في مريض معين الطبيب يقول اوعوا تسقوا ميه لمده 24 ساعه. الميه الجميله الطيبه المباركه اللي انت بتشربها دي لو شربها المريض دوت هيموت. ليه؟ لان ربنا جعل في الشيء نفسه نفع الواحد وضر الواحد. وهكذا السلاح ده نفع للشرطي وضرر للص، ده لا شك فيه. يبقى عموما النفع والضر ده امر نسبي ولا مش نسبي؟ امر نسبي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجيب لك من كل شيء ضر لغيرك يجيبه منفعه ليك. وعلشان النفع والضر بيد الله ما تطلبوش من غير الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ده بقى بصراحه ده تمام التوحيد وكمال التوحيد. عشان كده شوف، يا من فطرت الانفس على التقوى والفجور واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالنفع والضر في كل الأمور، نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتلى ومسحور. كل مبتلى ومسحور يعني الدعاء اللي انت بتدعو فيه لغيرك ده من أعظم الأدعية لسبب بسيط جدا. إن لما انت تدعو الواحد مش موجود، عارف ايه اللي بيحصل؟ فجأة على طول من غير ما انت ما تشوف كده بيجي لك ملك يقول لك ولك مثل ما دعوت له. يعني انت ليك صديق مثلا اسمه ابراهيم، قلت اللهم اكرم ابراهيم، وابراهيم مش موجود، فيروح جاي ملك يقول واكرمك انت ايضا ويكرمك انت ايضا. في الحاله ديت دعوتك ممكن تكون غير مجابه، انما دعوه الملك ليك مجابه. يبقى مين اللي كسبان دلوقتي؟ حضرتك. يعني مجرد ما تفتكر واحد صاحبك وتدعي ليه بظاهر الغيب وهو مش موجود، يجي لك ملك يرد ليك الدعوة انت كمان ويدعي لك زي ما دعوت لأخيك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك قاعد بتوظف ملك للدعاء ليك طوال الخط، طول المدة اللي انت قاعد تدعو فيها، وتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفر بها الغيبة أو الغيبة والألفاظ التي قلتها في عدم وجوده. يبقى في هذه الحالة ايه اللي يعطلك عن الجنة؟ الدعاء، انك تدعو باستمرار. انت دعيت دلوقتي لكل مبتلى ومسحور. خد بالك ان مسألة السحر دي لا يشترط لها ان تبذل من اجلها طقوسا معينة. ده من الممكن ان يتسبب بها بعض شياطين الانس او الجن. مش ربنا قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهم نوعين، من الجنة والناس. وقال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض. وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية في سورة البقرة. يعني معنى ذلك إنه السحر ما احنا ما أنكرناش حقيقة السحر، ما أنكرناش السحر، إنما أنكرنا حقيقة السحر. قلنا إن تأثير السحر كله خيالات في خيالات، إنما الابتلاء موجود. وكل واحد فينا ممكن يكون مبتلى بحاجة معينة. يبتلى الغني بغناه، ويبتلى الفقير بفقره، ويبتلى القوي بقوته، ويبتلى الضعيف بضعفه، ويبتلى الكبير بكبره، ويبتلى وهكذا. فعشان كده دعاء جميل قوي انك تدعو لكل الناس، لكل مبتلى ومسحور. اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، والهم نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. انا عاوز اقول لك ان الانسان لما يجد ان كل الفعل الحقيقي في حياته والله استكمل الايمان واستكمل العقيده. طب انا هقول لك على حاجه لعلك هتنبسط منها ان شاء الله. الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، حصل معه موقف لطيف جدا. دخل كل ما يدخل مسجد في بغداد يجد طفل صغير يصلي ويتعبد إلى الله. وسيدنا الإمام الشافعي بقى يعني يراقب حال هذا الصبي، ووجد فيه تقوى وصلاح وإيمان. وكان الإمام الشافعي طول عمره كده بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. رضي الله عنه وارضاه، كان بيحب الصالحين وهو منهم، نعم رضي الله عنه وارضاه. المهم الامام الشافعي سال ايه الولد دوت وحكايته ايه من اهله؟ قالوا ده ملوش اهل، ده احنا وجدناه لقيط بنربيه في المسجد. فقال الله طب ليه ما يجيش يتربى في وسط عيالنا وبتاع؟ فراح للولد قال له يا غلام
تعال إلى بيتي أربك بين أبنائي. الولد بص له كده نظرة العارف الواثق بربه، وقال للإمام الشافعي درس عجيب الشكل. تخيل أنت الحوار بقى. قال للإمام الشافعي إيه رضي الله عنه؟ قال له: هل تطعمني إذا ما جعت؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: لك علي ذلك. قال: هل تكسوني إذا عريت؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لك علي ذلك. قال الولد للإمام الشافعي: هل تشفيني إذا ما مرضت؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: ليس لي ذلك. قال: هل تحييني إذا مت؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: ليس لي ذلك. قال: إذا فانصرف راشدا ودعني مع من يقدر على كل ذلك. أظن ده إيمان وعقيدة غير طبيعية. إذا استغنى العبد بالمسبب سبحانه عن الأسباب قد يغنيه الله عن هذه الأسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وإذا أراد العبد الأسباب أوكله الله إلى الأسباب، أو حفظه إذا اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. وهز إليك بجذع النخلة، وهي مريم في الحالتين عليها السلام الله. يعني باختصار شديد، استعن بالله يعنك، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هيا نستعن بالله وندعوه سبحانه أن يثبتنا وأن يشفي كل مبتلى ومسحور، لأن الذي يقدر على القدرة هو الله وحده سبحانه وتعالى. اللهم آمين، اللهم آمين. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. يا من فطرت الأنفس على التقوى والفجور، واحتفظت بقدرتك ورحمتك بالضر والنفع في كل الأمور. نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أن تشفي كل مبتلى ومسحور. اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، اللهم اشف كل مبتلى ومسحور، وألهم نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساحر مغرور، ومتعنا يا ربنا بالفردوس والكوثر والحور. يا رحمن يا رحيم يا غفور، يا من إليه سبحانه تصير الأمور. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.